بالنسبة لي مشروع الزواج مشروع ملغى كليا من حياتي. برهان على ذلك اني عشت 40 سنة بدون زواج. مثل ما بيقولوا الصدف اني جيت على مصر والتقيت بإنسان عظيم جدا اللي هو جوزي الحالي. مولد العلاقة كانت في اسكندرية عن طريق كان صديقي جوزيف خوري. حب حصل من أول نظرة. أنا كنت بتمنى يكون في ست زي دي أنا أرتبط بها يعني. الصعوبات كانت إنه أنا مسيحية وجوزي مسلم، ما خلاني نهار حس إنه أنا مش قادرة أمارس حقوقي كمسيحية، ولا أنا نهار انزعجت من ممارسته هو دينه. اليوم لما يكون في عيد إسلامي بلاقي معايا أميرة ست مسلمة بحتة، ولما يكون في عيد مسيحي في مسيحية موجودة في البيت. بالنسبة لي الحب ما له عمر، يعني بوافق تاتا على الموضوع. الحب يعني الحب ما في لا أرقام ولا عمر ولا الأرقام. ما الحب هو شعور. أنا بفضل أتعامل مع السن، لو في سن أكبر مني أحسن من السن الأصغر مني، ودي طبيعة فيا مش لسه جديدة النهاردة بالنسبة لأميرة يعني. أنا بعرف ناس كتير بنفس ظروفي هي وعايشين حياة حلوة جدا مع بعض. حبيت فيها تربيتها لبناتها وأحفادها، فمجرد أن أنا شفت بناتها وشفت أحفادها ده كتير قال لي مين مدام أميرة. هشام بيتصرف معي كبي، وأحيانا بس كون عم غلط عن جد بعصب علي وبحسه عن جد زعلان، بيعتبرني مثل بنته. هو أصلا عنده بنت من عمري. كيف بتعلقوا على اللي شفتوه؟ إنه ست بسن كبيرة بعد رافضة الاستسلام لعامل الزمن ولعامل السنوات، بعد شكلا ومضمونا وروحا تتصرف وكأنه عمرها 20 سنة. النهارده عامل الزمن ما بقاش مهم، لأن المرأة الثرية اللي زي السيدة بتقدر تعمل عمليات تجميل وترجع تاني 20-30 سنة شكلا. مش هي دي القضية، هي جواها إحساس بأنها ما زالت شابة. وده على فكرة بينتاب الكثير من الناس، إن ممكن بيكبر وشكله يكبر لكن جواه شباب، فهي جواها شابة. فإذا إيه اللي يمنع إن هي تتزوج شخص هو نفسه كمان عايز يتزوجها؟ الإيجاب والقبول شرط مهم جدا جدا في الزواج. متى ما توفر فتبقى المشكلة مشكلة الزوجين، ما حدش يتدخل فيها، أكبر أصغر مش. طيب قد ايه عامل المصلحة بيلعب دور هون بهذا النوع من الزواجات؟ يعني خصوصا زواج سيدة كبيرة في السن من شاب صغير في السن. يعني شفنا هذا المواضيع، شفناه مع الراحلة الكبيرة الله يرحمها الصبوحة، شفناه مع ناس تانيين أيضا معروفين. هذا العامل، هذا الفرق في الزواج، قد ايه عامل المصلحة بيلعب بهذا الموضوع؟ قد ايه بيكون للرجل مصلحة في انه يضحي بشبابه مقابل الارتباط بسيدة اكبر منه بالسن بهذا الشكل؟ استخدام المصلحة في اي علاقة زواج لا تتوقف على هذا النوع من الحالات. ممكن تبقى بتتجوز واحدة بنت رئيس الشركة اللي بتشتغل فيها ففي مصلحة، ممكن بتتجوز واحدة اجنبية عشان تاخد الجنسية. فحكاية انك بتستخدم الزواج لمصلحة اخرى مادية موجودة في جميع انواع الزيجات، فحسب ما انت حجمها قد ايه، حسب احتياجك انت ايه، وحسب الطرف الاخر هيستفيد منها ولا ايه. هنا في تبادل مصالح بين الطرفين. لكن خلي بالك ثبت علميا ان المتزوجين بيعيشوا اطول من الغير متزوجين. يعني الناس اللي هو المفروض العكس. لا بالعكس، الحاجات ليه هقول لك. اولا بيبقى في استقرار عاطفي واستقرار حتى في التغذيه، استقرار اجتماعي. ما بيقعدش بقى لسه هعمل علاقه ولا ما عملش بتاع، هو خلاص عمل علاقه ومستقره وعنده سعاده في هذه العلاقه، فعشان كده مستقر. حكايه انك بتستغل واحده غنيه، ما ده موجود برضك. ممكن اتجوز واحده في نفس سني واغنى مني واستغلها. سؤال اخير في حلقه الليله وتركناه للاخر، هل هناك تعريف طبي نفسي لرغبة جنسية ما عند الرجل بست أكبر منه؟ كتير كده، في كتير كده. ده بيبقى مفتقد أمه،
بيبقى فعلا كان متعلق رجعنا إلى قوي العقد بالأم. النفسية. فبيبحث عن الام في السيدات الاخريات، لان الام كانت حنينه قوي، كانت معطاءه، كانت فمش قادر، وفقدها مثلا، فمش قادر يعوضها، ولذلك بيبحث عن ام بديله. لا ما لا لا يعني يا ده ماما. انا ممكن ارد ردود تانية. لا ده اصل على فكره فرق السن ما بقاش باد، يعني انا شفت صورتها وصوره جوزها، والله ما انا شايفه انه اكبر من ان انت اكبر منه خالص. وبرضه نفس حتى شكلك أميرة أصغر. وجوزها دلوقتي في فرق سن كبير بس مش باين. مش باين هو خالص. المشكله مش فرق مش سن، باين. انما فرق حب، هو فرق بس الفرق التزام، باين بين فرق ماي- إنك أنت ماي حبيبة. بين شكلها ماي طفل. وأوكا، بس الفرق هنا. مي محتفظه بالطفوله. لا هو خلي الفرق بالك. أنا يعني فرق البين في السن بس بين ماي وجوزها. لا، لا، مش ده باين بس. خالص. بص انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. العمر احساسك بالعمر بيرتبط بحالتك النفسيه. يعني انا مثلا لما فقدت ماما كنت في الوقت ده بجد حاسه ان انا عندي 50 سنه وعندي حاله يأس من كل الحياه، وكل حاجه عندي ما تسواش اي حاجه في الدنيا. هشتغل ليه؟ هنجح ليه؟ هعمل اي حاجه ليه؟ خلاص اللي كنت بعمل كل حاجه عشانها Depression. راحت. نوع من لكن انا هتسالني كمان، انا عمري ولا فرق معايا عمري خالص، بدليل ان انا بقوله لك من غير ما اعمل لك 25 واعمل بحركات الفنانات والشويتين دول. ما تسالنيش في العمر والحاجات دلوقتي لانك لسه بال30. لا لا بس شويه لا والله لقدام عايزه خلاص اقول لك هيوقف هنا. لا لو اللي بعد وصلت- 10 سنين اذا ربنا اعطانا عمر والتقينا مجددا عادي هقول لك هسألك عندي هتقولي لي 34 لا يا لا توني لا ما قلت عادي. لك. لا خالص هقول لك 45 وعادي جدا مش فارق معايا. اما بخصوص قصه برضو الامومه عشان اقفلك تماما تخلصها، ربنا خالق الست ام بس. ماي انا عاوز اتشكرك قوي. انا كمان بتشكرك بالفعل. جدا بحبك قوي. وانا كمان حبيتك جدا اكتر وكنت يخليكي. بحبك. كمان ارجع لضيوفي اللي بوجه لهم تحيه. شيماء، الهام، تحيه لكم. بس احنا هنرجع الهام لجوزها، انت بخرج بره الموضوع ده. الهام انا عاوز منك انه ما تفكريش في الطلاق، فكري كيف ترجعوا ترمموا العلاقه بطريقه انكم تقدروا تستمروا. وخليكي حازمه، ارفضي رفضا باتا انه يمد ايده عليك. خربشين. يعني أنا وضعي له فاضلة حد ومفيش في الموضوع فايدة. ده. انا كمان كامل بدي اوجه لك تحيه وبهنيك كمان على شجاعتك وعلى حبك اللامتناهي لزوجتك. ايضا اميره بوجه لك تحيه. استاذه اقبال، تحياتي لحضرتك. دكتور سعيد صادق ايضا، وكل المشاهدين، على امل ان التقي فيكم مجددا بحلقه جديده ومع قصه جديده حصلت قبل كده. تصبحون على خير.